هو على بالو كرواسيه باللي المغرب عندهم يعني من اكيب، عندهم لاعبين يلعبوا في اوروبا، ممكن اي لحظه يعني حتى انا نقول تفاهموا على التعادل، يعني متفاهمين يعني، وكل واحد ماشي متفاهمين مش متفاهمين يعني. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام الجزائري كيناقش المباراه ديال اليوم امس ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. شي كيشرق شي كيغرب، كله في كيلغي بلغاه. واحد كملها وجملها قال لك لا راه كانوا متفقين على التعادل المغرب وكرواتيا حيت بغاو يخرجوا هما تعادل. زعما نخليكم نتوما تحكموا على الكلام ديال الاعلام الجزائري. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير وما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اكيد عشنا اليوم كذلك مباراة بين المغرب وكرواتيا. المغرب وكرواتيا نتيجة كذلك إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي بعد ما المنتخب التونسي كذلك سجل نتيجة إيجابية، تعادل 0-0. المغرب هو الآخر اليوم يتعادل 0-0 وبالتالي تعتبر إيجابية، بالإضافة إلى قلت السعودية اللي فازت هدفين لهدف، أما قطر فكان انهزام 2-0. هذا بالنسبة للعرب. فيما يخص اللقاء كلقاء، انتم كمدربين كيفاش شفتوه يعني بالنسبة لهذا المباراة؟ وزير محمود تفضل. هذه شغل رانا في عرس ولا في المباراة ما شفتهاش. واش من المباراة تكلم؟ المغرب مع كرواتيا. لا المغرب انا نظن المغرب كرواتيا حقيقة انا شفت الشوط الثاني، الشوط الاول ما شفتوش. الشوط الثاني وين ند للند كنت الشوط الاول ما نجمش نتكلم عليه، ولكن الشوط الثاني المغرب كانوا عنده فرص. نعم. كانوا عنده فرص، كان منظم في الثلاث خطوط ديالو. على الجانب البدني اللي بالك في الماضي كنا نتكلموا نقولوا ناقص، على الجانب البدني شفنا لاعبين اليوم اللي كانوا فوق الميدان جاهزين، ربحوا كل الثنائيات مع الكرواتيا في الشوط الثاني وكانوا قادرين يسجلوا. حتى المنتخب الكرواتي كانوا عنده فرص وخاصة في الدقيقة في الوقت الضايع وين الحكم زاد اكثر من 7 دقائق كان قادر يسجل المنتخب الكرواتي، وين دار الضغط المتقدم على المدافعين خاصه في الدقائق الاخيره، وين ما خلاش اللاعبين تاع المغرب يخرجوا بالكرات اللي كانوا يخرجوا بها في الشوط الاول، ولا يلعب الكرات الطويله، والكرات الطويله كلها كانت صالحه للمدافعين الكرواتيين. محمود قندوز، بما انه ما تكلمش على الشوط الاول، انت تبعت المباراه على الاقل اعطينا رايك. تبعت انا كرواتيا قبل كاس العالم عاناو يعني معاناه كبيره للتاهل. كانوا صح وصلوا خسروا مع شيبر 1-0 قبرص. نعم تبعتهم. واليوم لعب كوصيف يعني. وقبل المباراه هذه شاف انا الارجنتين خسروا مع دونك التفكير تاع المدرب اذا شفتوه يقول لك انا نقطه احسن من يعني كيما خسروا الارجنتين. ممكن انا يعني كان كل ترقب، الشوط الاول كانوا مترقبين. الشوط الثاني كان انا شفت يعني الانتهاز، كل واحد ينتهز الغلطه هذه، كورنر يعني ما كانش واحد اللي كان يبادر، لا يخاف لي كونتر اتاك. وهو على باله كرواتيا باللي المغرب عندهم يعني من اكيب، عندهم لاعبين يلعبوا في اوروبا، ممكن اي لحظه يعني حتى انا نقول تفاهموا على التعادل، يعني متفاهمين يعني، وكل واحد ماشي متفاهمين مش متفاهمين يعني. كل واحد داير في راسه ان ما نبادرش. كل واحد يقول تعادل هذه يعني انا لا هي اكثر المنتخب المغربي اللي في الشوط الثاني ولا الوراء ينتظر. غير الشوط الاول على حساب السبيكر كان عمل الضغط متقدم على المنتخب الكرواتي، ولكن الشوط الثاني قعد للوراء خاصة في 20 دقيقة الأخيرة قعد ينتظر ويخرج بالهجوم المعاكس. المنتخب المغربي كل واحد ينتهز يعني كورة يحوس باش يخرج بنتيجة إيجابية. على كل حال هذا بالنسبة للقاء الفرحة ككل يعني فرق، فرحة على الأنصار اللي راهم موجودين كذلك في قطر. بالنسبة لإخواننا لكم إنجاز هذا ولا المغرب؟ أنا نقول عادي يعني مش مباراة كبيرة يعني، ولكن لا بأس، نتيجة تعتبر لا بأس يعني مش مباراة خاصة كما مثلا السعودية مباراة خاصة. لا أما هذه مش يعني من التعادل في أول لقاء يعني نظن يعني نتيجة لا بأس بها. نظن في رأيي هكذا حسنا نسمعوا الأنصار المغاربة ونرجعوا للبلاطو. كويس لأن اليوم كان الماتش غلب عليه الطابع التكتيكي وما
ما نساوش بان كرواتيا فريق قوي. من الناحيه التكتيكيه المنتخب المغربي عمل محاولات ولكن كانت ناقصه النجاعه الهجوميه. مباراه كانت زوينه، الدراري داروا اللي عليهم ان شاء الله. كما تعرف كرواتيا وصفت كبطل العالم تاع كاس العالم اللي فات. الحمد لله باقي ماتش تاع بلجيكا ان شاء الله تا هو نتمناو تعادل ولا فوز. باقي الماتش تاع بلجيكا، اكيد اللقاء الثاني راح يكون امام بلجيكا. انا حسين تفضل. مراد، المنتخب المغربي نعرفوه يعني المشاركات تاعو في كاس العالم شارك 6 مرات، بالمقابله تاع اليوم 17 مقابله. 17 مقابله فاز مرتين فقط. هكذا فاز مرتين. اولا الفوز الاول في 86 امام البرتغال 3-1. نعم 3-1، وفي 98 فازوا امام اسكتلندا 3-0. اما البقيه عندهم 9 خسارات، 9 مرات انهزموا، والتعادل بالمباراه تاع اليوم 6 تعادلات. يعني المغرب ماهمش اللي يديروا نتائج كبار في المونديال كي يمشوا للمونديال، ولكن مع ذلك انا نظن بان النتيجه تاع العربيه السعوديه امس حفزت هذه المنتخبات، يعني هذه المنتخبات سواء المنتخبات العربيه او المنتخبات اللي تشوف روحها صغيره حفزتهم باش يديروا نتائج ايجابيه. زيد حاجه اخرى مراد، انا نشوف بان الخدمه كاين خدمه. هذه المنتخبات كما كنا نتكلموا يعني الان على قضيه كوستاريكا مثلا، نعطيك مثال المنتخب المغربي. انا نشوف اليوم التشكيله تاعهم داروا تغييرات في التشكيله، وفايدا ليلوزيتش خدم لهم منتخب، يعني هذه السنوات اللي قضاها معهم خدم لهم. ليلوزيتش خدم منتخب كبير، لانه اليوم انا نشوف التشكيله تاع المنتخب المغربي اليوم بقاو منها 5 لاعبين فقط اللي لعبوا المونديال الاخير 2018، 5 لاعبين فقط. ولو كان بقى ليلوزيتش يعني كيما زياش هذاك ما يكونش، زياش كان في التشكيل يبقاو 4 قادرين يبقاو 4 او يبقاو 3. اليوم انا نشوف بان التشكيله لما تشوف تشكيله تاع المنتخب المغربي عندهم 2 لاعبين فقط اللي تجاوزوا 30 سنه، عندهم الحارس بونو وعندهم سايس، 2 فقط هذوما اللي تجاوزوا 30 سنه، البقيه كلهم شبان صغار. يعني تشوف اللي كاين خدمه. وحتى الاداء تاع المنتخب المغربي اليوم صح يعني هي نقطه ايجابيه، لعب مع وصيف يعني بطل العالم. انا نظن بان النقطه يعني اللي جابوها نقطه ايجابيه، ولكن كما قلت لك راهي كاينه خدمه، وراهم يعني راهي كاينه خدمه قاعديه عندهم. صح ما عندهم اليوم نشوفوا تشكيله مثلا لو نقارنوا المنتخب السعودي امس، اللاعبين تاع السعوديه كلهم ينشطوا في البطوله السعوديه. اليوم مثلا المنتخب المغربي ولا لاعب يلعب في البطوله المحليه، يعني كلهم مستخدمين وكلهم يعني غيروا اغلبيه غيروا الجنسيات الرياضيه تاعهم باش عاودوا يلعبوا بالمنتخب المغربي. ما كانش خدمه ولا يجيبوا من برا. لا هذه لا يعني الفرق بين السعوديه انا كي قلت لي كان خدمه انا فكرت كان من في لا حتى وكي تجيب لاعبين محمود، كي تجيب لاعبين وتعرف تخدم بهم يعني باش تشكل بهم منتخب راك تخدم يعني. هذا هذا حد موفق للمنتخبات العربيه في هذا المونديال القطري، وحد موفق ايضا لتشكيله المدرب الركراكي. نتمنى لهم كل الخير، وشأنهم شأن المنتخبات العربيه اللي تمثل العرب. اليوم شفنا مباراه وقفوا ند امام وصيف بطل كاس العالم تاع 2018 المنتخب الكرواتي المدجج بالنجوم تاعو. ان شاء الله كما نقولوا احنا يوفقوا في باقي نقول باللي المباريات. قال حسين نتيجه ايجابيه يعني ايجابيه. طونك ما خسرتش مراد، طونك ما خسرتش باسكو علاش هذه بطوله وانت كما نقولوا احنا تسير مقابله لكل يوم لا قدر الله خسروا المنتخب المغربي راح تكون عندهم لا بريسيون اون بليس وراح تكون عندهم الحظوظ ناقصه. كاين حاجه اخرى مراد في مجال المنتخب الكرواتي. اليوم كاين لاعب 17 سنه لوكا مودريتش، وكاين لاعب لوكا زوزيتش صغير عليه ب 17 سنه. لما كان مودريتش يلعب في المنتخب الكرواتي اللي اقل من 17 سنه، الاخر كان مازال ما واليوم لعبوا مع بعض. اسمع لي سيفيل مي بصح باش شنو الورق اللي راه عنده بلديه يا صاحبي. حسب لك الورق هذا حسب لك باطل شحال يحبها تاع 34. شكرا بارك. عنده زوج حوايج فور التشبيه بوليشان وكذا والعشب. العشب كان العشب مازال من العشب خلع مسح. المهمه تاع العشب تنتهي انا نظن هنا في الجزائر، لان الميادين درك المركبات جدد والعشب انا نظن يكون لاباس. لا كي تخلص كاس العالم ونعاودوا نقولوا هذا الموضوع، نعاودوا نقولوا الموضوع. ما قلناش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركوش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.